باسم يوسف طبعا بيقول في ناس اصحابي بعتوا لي الصور دي من القاهره، الواحد ما شافش اعداد كده من زمان، هم طلبوا اني انشر الصوره دي، ربنا يستر على الجميع وخلي بالكم من نفسكم. دي اهم التغريدات السياسيه. اظن في واحد تاني اخير اللي هو، ولا في اتنين، اللي هو اسمه ايه، حازم عبد العظيم، بيقول ما زال الجدل دائر بخصوص الجزيرتين. هو مش الرئيس قال ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني؟ شعب نمرود، شعب نمرود عايز يتمد على رجليه، هات الفلقه يا حمار او يا حمار وقام ايه، قال لك هاشتاج مصر. اخر حاجه استاذ جمال عيد قال الحقوق المعروف، مظاهرات لمصريين تعم مصر رفضا لبيع مصر، يتصدى لها الامن بالقنابل المثيره للدموع، امن دوله مصر ولا امن المملكه السعوديه؟ عار جمعه الغضب. اهلا بحضراتكم. هل تفاعل عبر نجاوب على السؤال ولا السؤال القديم ولا ناخد دي الاول؟ معاك. انت نسيت لا لي انا ما السؤال. نسيتوش. التفاؤل الاستاذ علاء بيقول لكم هل انتم متفائلين زياده عن اللزوم؟ لان ممكن الجيش يخش ويلعب ملعوب جديد. وبيقول كمان والله في الرساله بيقول ممكن يريح شويه ويدي حزمه بقى حاجات من الجيش، زي ما بيقول لك دلوقتي هينزلوا باسعار تموينيه ورمضان هيبقى فيه خير وبتاع، وبكده تخلص الحدوته. السيسي غلط بس احنا لسه موجودين. نبدا من حضرتك اتفضل. أنا قريت النهارده استطلاع رأي لمركز محترم بيقول إن الناس اللي ضد السيسي 58% الشعب المصري، وفي 13% بيأيدوه، وفي 29% حزب الكنبة. طبعا لما نقول 58% ضده و13% بيأيدوه و29% اللي بيسموهم حزب الكنبة او اللي هم الصامتين دول، يبقى انت بتتكلم في نسب محترمه جدا. طب الكلام ده ممكن اصدقه ولا اكذبه؟ لا، بيصدقوا الواقع. ايه الواقع يا دكتور اللي بيصدقه؟ الراجل ده طرح مثلا الشهاده الدولاريه اللي اسمها بلادي، حد سأل فيه؟ ما حد سأل فيه. طب قال صبح على مصر بجنيه، بعدين حد سأل فيه؟ ما حد سأل فيه. ليه؟ لأنه كذاب أصلا وخائن، لأنه قبل كده عمل 3 6 صندوق 3 6 3 6 بال 30 6 30 6 و3 7 3 7 والناس لقت الموضوع ما هوش كده. وبالتالي الواقع بيقول ان الناس لا تستجيب. نزول المظاهرات النهارده بهذا الشكل وبهذا الزخم تقول ان النسب المئويه اللي في السبيان او استطلاع الراي دي نسب مظبوطه، وان 58% على الأقل ضد هذا الرجل. وبالتالي مسألة التفاؤل، نعم هناك حالة من التفاؤل شديدة جدا جدا بازدياد المد الثوري حتى إسقاط هذا النظام، لأنه نظام ضد، يعني حضرتك يعني ضد انت طبيعة لما بتتفائل بناء على ايه؟ واحد اتنين تلاته، انا اسف قوي بس انا متاكد، انا معاك في نفس الفكره. نعم. هو متفائل من اول ما الانقلاب حصل رغم نعم. الدماء، بس بقول يعني ايه المعطيات اللي تخلينا متفائلين؟ هل الجزيرتين عملوا انشقاق داخل المؤسسه الرجيمي؟ هل خروج النهارده علامه فارقه؟ أنا شايف إن هي التراكم في كل المجالات. يعني النهارده فشل في كل المجالات. يعني الشعب النهارده، الفلاح قد أضير، الفلاح المصري الأرض بارت لأن المية راحت، ماشي، الجنيه اتدهور وبقى في تضخم، الاسعار زادت بالنسبه للفقراء، الاغنياء بيزدادوا غنى والفقراء بينسحقوا، وبالتالي اللي هو بقت كبيره جدا بين الاغنياء والفقراء اللي هي التمييز الطبقي. حاول يسترضي بعض القضاه ودوائر الارهاب وغيره والشرطه والى اخره على حساب الفقراء والمسحوقين والمقموعين. النهارده المهندسين اضيروا، الاطباء اضيروا، المعلمين اضيروا، كل طبقات الشعب المصري بلا استثناء. فالنهارده دي حاله اصلا من الحالات اللي انا قلت في الاول، تدهور الاوضاع المعيشيه عند الناس. ما تنساش ان كلهم في خندق واحد، الجيش، المخابرات العسكريه، رجال الاعمال، كلهم على قلب رجل واحد، لانه البديل حكم الشعب. كان كلهم على قلب رجل واحد مع القذافي لما قعد 40 سنه وفي الاخر شفنا كيف قتل. كانوا كلهم على قلب رجل واحد مع حسني مبارك وشوفي كيف انتهى. مع جميع ثورات العالم يا دكتور احنا شفنا كيف عندما اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب الطغاه قولا واحدا او يموتوا وهيروح ده ان شاء الله. انا متفائل جدا وشايف ان شاء الله ان النصر، ساعه النصر حانت يعني تقترب. وبقول لقد تبين بقول للشعب لقد تبين خيط الحق الابيض من خيط الباطل الاسود من فجر الحريه، فامسكوا عن طعام الاحباط وشراب الياس حتى تسمعوا صوت مؤذن النصر ويهلل بالتكبير بفرج الله الاتي من قريب. الله الله عليك. هتقول بقى حاجه مش هتعرف انا مش عارف اقول. لا انت راجل كمان حافظ القران، انا بحب فيك هذه اللمحه، العمق الايماني يعني، لا نزكيك على الله. طيب انت يعني مش خايف من التفاؤل زياده يعني؟ ولا هو تفاؤل في موضعه؟ والله هو تفاؤل في موضعه. يعني
كان النبي صلى الله عليه وسلم في احتدام الأمور وفي شدتها يبشر بالفرج. يعني كان يعني في الخندق والواحد كما قال المنافقون لا يأمل واحد أن يقضي حاجته، ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعطيت مفاتيح كسرى، إني أرى قصور اليمن، إني أرى هكذا ينبغي أن نبشر. نعم، أنا مع الحذر ومع نصيحة الأخ الفاضل في هذا الأمر. نحن لسنا خدعش تاني بقى. لا، مسألة الخداع ينبغي أن أقول أن ما يدفعنا للأمل والتفاؤل هو تكاتف الشعب المصري اليوم. هذا التكاتف عندما يستمر وعندما نتمسك به، بالتالي لا يمكن لأي قوة أن تقف أمام هذا المارد. يعني الشعب يعني المصري متفائل بشرط متفائل بتوحد الشعب المصري. أنا متفائل على العموم أنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أنا أرى أن نصر الله سبحانه وتعالى قريب. أنا أرى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، انظر إلى هذا الإعجاز، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهم. أنت تخيل، هل أنت تستطيع أن تربط حبل في السماء؟ هذا تحدي من القرآن، لن تستطيع. وإذا استطعت أن تربط هذا الحبل فاقطع هذا الحبل وألقي بنفسك في أي مكان. الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه ولا ينصر أولياءه فليفعل كما قال الله سبحانه وتعالى وكما أمره. فأنا مستبشر، متفائل بصمود الشعب المصري، متفائل باجتماع الشعب المصري على رؤية الشباب هذه التي نريدها والتي نراها. إنهم يرونه بعيدا ونحن نراه قريبا ان شاء الله. عندي نقطتين الحقيقه وفاضل لي كام دقيقه يا شباب؟ فاضل دقيقتين، باين فاضل دقيقتين. هوزعهم على حضراتكم بالعدل. لا، هوزعهم بالعدل. هتاخد ربع أكتر دقيقه مني. هتاخد ربع لا يا دقيقه. فندم، احنا نشكل على هتاخد ربع احنا دقيقة. دلوقتي في مفيش، الثوره مع خلص بعض. البرنامج يا جماعة. لا خلاص وحد الله، مش معقول مش كده. معقول كده. ايه الاستبداد ده؟ دلوقتي في رأي بيقول انه اللي حصل ده النهارده حالة من التنفيذ. ركز معايا، لان الدنيا وصلت ايه اخرها. ففي حد ما قال لهم فسوا البالونه. تتفق او تختلف في كده؟ لسه السؤال ما جاش عشان انا اساله، بس تتفق ولا تختلف؟ هل اتفست البالونه النهارده ولا الناس هي اللي فجرت الوضع؟ بكلمه، الناس فجرت الوضع. أيوة. والناس هتستمر في الثوره واتكسر هيبه هذا النظام المجرم. أيوة. والناس ما عادش جواها خوف. تتفق مع فكره انه حد فس البالونه قال سيبهم يا عم يتظاهر شويه عشان برضو ايه كده هتشيلنا كلنا، ولا الشعب هو اللي فجر الوضع؟ الشعب هو الذي حرك، طيب. وهو الذي غير، وهو الذي إن شاء الله يمكنه الله سبحانه وتعالى من القصاص من رقاب هؤلاء الظالمين. 30 ثانية يا أستاذ عادل تقول كلمة فيها للي خرجوا النهارده ممن تختلفون معه سياسيا وايديولوجيا وفكريا. تقول ايه للناس اللي خرجت النهارده سواء كان يعني من خارج الاطار الاسلامي السياسي او الاخوان؟ تقول لهم ايه؟ انا هما الاثنين، للي خرجوا واللي ما خرجوش. خلينا في اللي خرج اللي عشان خرجوا بحييهم كلهم وبقول لهم انتوا بدأنا الطريق الصح، ونسمات يناير بدأت ترجع من جديد، وان شاء الله ربنا ينصركم وهيكلل مجهودكم بالنجاح. اللي ما خرجوش عايز اقول لهم، وده مهم، الرساله اللي عايز بس في 10 ثواني، في 20 ثانيه 10 خلاص خلص. عايز اقول للي ما صارش ثوروا عشان الفساد اللي انتشر وزاد، ثوروا عشان اقتصاد انهار واسعار بقت نار وعيشه مرار، ثوروا عشان وعود ما اتحققتش ومساكن ما اتبنتش وارض ما اتزرعتش وطرق ما اتعملتش، ثوروا عشان الكذب والتضليل واعلام بقى للتطبيل، ثوروا عشان المصانع اللي اتقفلت والبطاله اللي انتشرت، عشان ميه النيل اللي ضاعت وارضنا اللي اتباعت، ثوروا عشان ما فيش امن في بلادي وبقيت خايف على اولادي، ثوروا عشان كرامتنا متهانه وسجون الظلم مليانه، ثوروا عشان اللي قتلوا الثوار طلعوا براء وبقوا احرار، ثوروا عشان اتظلمنا كلنا. ما يلا نثور مع بعضنا. هنثور ان شاء الله ثورة تصحف. تقول ايه للناس اللي خرجت النهارده بدون التوافق على يعني بدون انقسام ايديولوجي؟ الناس اللي خرجت دي كلها اكيد مش شارع اسلامي، اكيد مش ليبراليين، بس هي صوره معبره عن مصر. تقول لهم ايه؟ أحييكم على هذا الخروج الطيب، أفلحت الوجوه، إن شاء الله منصورين موفقين. وأنا لن أستطيع أن أكرر أو أسجع هذه الكلمات الطيبة التي ذكرها السيد النائب عادل راشد، فأقول لهم وفقكم الله ونصركم الله وأعانكم. طيب، وصلنا لنهاية الحلقة، حلقة آخر الأسبوع ختمناها النهاردة، لأن النهاردة كان فيه يوم غضب كبير
بكره والايام الجايه لسه الايام حبلى، لكن اختم واقول الثوره جامعه، الثوره جامعه. صفوا الصفوف وسدوا الفرج، عسى الله ان ياتي